اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده هنعمل مع بعض بقى طريقة كيكة الشاتو اللي كلنا طبعا بنحبها، بطريقة سهلة جدا وبسيطة وبتركاية كده لازم كلنا نجربها. معايا 2.5 كوباية من الدقيق وكوباية لبن، كوباية من السكر، ونص كوباية من الزيت، ومعايا 3 معالق كبار من الكاكاو الخام. انا استخدمت كاكاو دريم الخام، انا بحبه جدا. الكاكاو ده بيدي للكيكه طعم تحفه قوي، وخصوصا لصوص الشوكولاته. ومعايا 4 بيضات و4 فانيليا وواحد كيك شيف. الاول هجيب بقى الحاجه اللي انا هستخدمها الاول للصوص الشوكولاته بتاعي. هحتاج للكاكاو للبن وللسكر وطبعا الزيت. الزيت عليه عامل مهم جدا في الطريقة دي. الاول هنزل بالسكر بتاعي، وبعد كده هنزل عليه باللبن، وبعد كده بقى هحط الكاكاو بتاعي كده زي ما انتوا شايفين. 3 معالق كبار من الكاكاو. هضرب الاول السكر مع اللبن مع الكاكاو كده لحد ما السكر بتاعي يدوب تماما. زي ما انتوا شايفين لازم اتاكد ان السكر بتاعي داب تماما، ما يكونش للسكر اي اثر، عشان ما يخليش الشوكولاته بتاعتي او صوص الشوكولاته بتاعي محبب كده او في حبيبات السكر. طبعا ما تنسوش لو اول مره تزوروا قناتي تعملوا شير وسبسكرايب للقناه، وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس. هنزل بقى بربع الكميه الاول بتاعتي من الزيت، يعني نص الكوباية دي ممكن افضيها على 3 مرات او على 4 مرات على حسب يعني الخلاط بتاعي. او لو الخلاط من اللي هو بيكون مفتوح من فوق دوت ممكن انزلهم بمعلقة بمعلقة كمان. كل ما الزيت ينزل على مراحل كل ما تدي النتيجة معايا اتقل وتكون جميلة جدا. هنزل بقى باخر شوية من الزيت زي ما انتوا شايفين كده، وهبدأ اضربها تاني. كده يعني الكاكاو بتاعي واتضرب كويس. شايفين بقى الجمال؟ صوص جميل جدا وبيكون طعمه تحفة. اتمنى ان انتوا تجربوه بنفس الطريقة دي. بصوا ما شاء الله هو تقيل جدا. طبعا لو بتحبوه اخف من كده هنقلل كمية الزيت، بس انا شايفاه كده كويس عشان انا هحطه على الكيكة وهي سخنة فهيبدأ يسيح معايا خالص. هاخد نص الكمية بتاعتي يعني حوالي كوباية كبيرة من صوص الشوكولاتة. زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده بقى هكمل في الخلاط بتاعي برضو. هنزل في الخلاط بتاعي بالبيض. هنزل كده بال4 بيضات بتوعي، اكسر بيضة بيضة كده واحطها. انا هنا اتلخبطت تقريبا، كنت احط الخلاط واضرب وهو في الجهاز يعني، بس هنا اقرب لي. زي ما انتوا شايفين كده. طبعا هنزل بقى بال4 اكياس فانيليا. طبعا لو عايزين نزود كيس كمان عادي جدا،
الفانيليا بتدي للكيكة ريحة جميلة، وعشان طبعا البيض. هنا بقى في تركاية كده، بعد ما حطيت الفانيليا والبيض هزود بقى معلقة صغيرة من الخل كده، حاجة بسيطة جدا. يعني هي كمان نص معلقة صغيرة، او زي ما انا حطيت كده بالظبط تحطه. بيدي للكيكة قوام جميل قوي، وبيخليها خفيفة كده وهشة. جربوها بجد مش هتندموا، سواء في كيكة الشاتو او اي كيكة تانية. زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله. انا هزود نص كوباية من السكر، يبقى انا كده استخدمت في الوصفة دي كوباية ونص من السكر. اول كوباية خدتها معايا في صوص الشوكولاتة، وتاني كوباية مع البيض وبقية الخليط بتاعي. زي ما انتوا شايفين كده. هنزل بقى بمعلقة كبيرة تاني من الكاكاو، عشان انا حسيت ان هو فاتح معايا شوية. واضربهم بقى مع بعض تاني كده ضربتين. وبعد كده بقى هجيب العجان بتاعي، واحط الاول الدقيق بتاعي. طبعا انا نخلاه زي ما قلتلكوا 3 قصدي كوبايتين ونص من الدقيق، ونخلتهم كويس جدا. هو الدقيق نضيف خالص، بس يعني لازم الخطوة اللي احنا ننخله دي بتفرق برضو. وهنا هنزل الاول بالدقيق بتاعي، وبعد كده هنزل بالكيك شيف بتاعي برضو على الدقيق. واقلبهم مع بعض كده، الدقيق مع الكيك شيف، تقليبة كده او تقليبتين. وبعد كده هنزل بقى بالخليط بتاعي. زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله. طبعا ما ننساش نصلي على النبي في الكومنتات، وتدعموني طبعا بكومنت حلو منكم. انا هنا كنت نزلت بنص الكمية، او يعني الكمية كلها، بس شلت منها حاجة بسيطة خالص. هبدأ انزل ببقية الكمية بتاعتي. زي ما انتوا شايفين كده. انا عايزة قوام مش خفيف قوي ومش تقيل، يكون وسط كده. هنا كان الحبة دول يعني اتفضلوا، فحطيتهم كمان. شايفين ما شاء الله. كل ما نضربه اكتر او نسيبها وقت اطول كده بالمضرب بتاعي، بتكون ما شاء الله عليها يعني، وبتخرج كل الهواء اللي فيها، وبتخليها كده طرية معايا زي النايتي كده. بتكون بجد بتفرق في طعمها، وبتخلي القوام بتاعها تحفة. لو مش عندي المضرب الكهربائي هضربها عادي بالمضرب اليدوي. وهنا كنت بطفي العجان بتاعي كده، بقلل السرعة عشان لو في اي حاجة في المضرب بتاعي تطلع بسهولة. وهنا كنت حطيت معلقة من الزبدة، دي زبدة مش سمنة، ودهنت بيها الصينية بتاعتي كلها من الجناب ومن كل الجهات كده زي ما انتوا شايفين.
الزبدة ممكن تكونوا انتوا شايفينها ياما، بس هي لا مش ياما ولا حاجة، مكعب صغير خالص من الزبدة. هنزل بقى بالكيكة بتاعتي او بخليط الكيكة بتاعتي كده في الصينية، وهبدأ احركها الصينية كده زي ما انتوا شايفين. انا مجرد بس ما بهز المعلقة كده على الصينية بتكون ما شاء الله بتفرد معايا في الصينية عادي جدا. زي ما انتوا شايفين كده. هحط بقى الفرن بتاعي على درجة حرارة 180 زي ما انتوا شايفين بقى ما شاء الله. دي بعد ما طلعت شايفينها ما شاء الله. طبعا هي مش بتكون محتاجة تاخد لون من فوق، عشان هي اصلا هيتحط عليها صوص الشوكولاتة زي ما انتوا شايفين كده. اول ما طلعتها من الفرن بحط عليها صوص الشوكولاتة كده وهي دافية. اسفة طبعا على الصوت اللي انتوا هتسمعوه في الفيديو دوت، صوت مكة بنتي. ابدأ بقى ايه ادهن كده الكيكة بتاعتي كده بصوص الشوكولاتة اوزعه عليها. ممكن نعمل صوص الشوكولاتة اخف من كده طبعا عادي. لو انتوا عايزينه خفيف ممكن تخففوه. وابدأ بقى اقطع الكيكة بتاعتي قطع صغيرة كده. طبعا مش هنقطعها قطع كبيرة قوي، علشان لو عندنا اطفال نديها القطعة ما يبهدلوش يعني بقية القطعة، علشان طبعا الاطفال الصغيرة بتحب الشوكولاتة اللي فوق دي، مش بيهمها الكيكة اصلا، هي عايزة الشوكولاتة. زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله. هنطلع منها حتة كده ونشوفها مع بعض عاملة ازاي. ان شاء الله لو جربتوها هتعجبكم باذن الله. وهنا كده شايفين ما شاء الله. يا رب ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. ولو الفيديو بتاعي عجبكم ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.